المكان ده انجلترا، وده واحد بيشتغل في صناعه الجبنه ويبص على قطعه جبنه باين عليها عفن من بره. الجبنه دي متخزنه بقالها كذا شهر، ومع الوقت غطاها انواع مختلفه من العفن. لما الراجل ده مسك الجبنه وبدا يغسلها بدات الملامح الحقيقيه للجبنه تظهر. على فكره النوع ده اسمه بيكورينو. احنا كلنا عارفين ان الجبنه بتتعمل عن طريق التخمير والانزيمات. في بعض الانواع العفن بيبدا يطلع على سطح الجبنه مع التخزين، بس الغريب ان العفن ده مش علامه ان الجبنه باظت، بالعكس ده جزء طبيعي جدا من عمليه نضج الجبنه. العفن ده بيأثر بشكل كبير على الطعم النهائي للجبنه. طب ليه بقى بيغسلوا الجبنه؟ لان لو سيبنا العفن يكبر من غير تحكم ممكن يبوظ الجبنه او يغير طعمها بشكل مش كويس. عشان كده صناع الجبنه بيغسلوها بالميه كل فتره عشان يتحكموا في كميه العفن ويحافظوا على نسبه الرطوبه المطلوبه. وبعض انواع الجبنه بيتحط عليها شويه زيت زيتون او حاجات تانية عشان يدوها نكهه مميزه، بس مش كل الجبن بيحصل لها كده. الموضوع بيختلف حسب نوع الجبنه وطريقه تصنيعها. قول لي بقى في الكومنتات اي نوع جبنه انت بتحب تاكله. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.